أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. حلقتنا النهارده من داخل أرض الواقع، من داخل ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية تحت مظلة وقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتحديد مشروعات حياة كريمة. احنا موجودين معاكم النهارده من داخل إحدى المشروعات القومية اللي بيتم تنفيذها بمحافظة الغربية، ومعايا في هذا اللقاء إحدى الشركات الوطنية اللي بتعمل تحت مظلة وقيادة الدولة في تنفيذ هذه المشروعات، وهي شركة يوسف غنيمي للمقاولات، مع رجل التحديات، رجل المهام الصعبة، المهندس يوسف غنيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة. وفي البداية برحب بحضرتك معايا. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. في البداية لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بالمهندس يوسف غنيمي. والله انا مهندس مدني، بشتغل في المقاولات بقالي حوالي عن 30 سنة. بدأت من البداية خالص مع الدولة مشاريع مع الأبنية التعليمية ومع جهاز التعمير، ومستمرين يعني بقالنا فترة طويلة الحمد لله. أهم المشروعات اللي نفذتها الشركة منذ إنشائها وحتى الآن؟ احنا نفذنا مجموعة مدارس ما تقلش عن 100 مدرسة مع هيئة الأبنية التعليمية، ما بين صيانة وما بين إنشاء، ومع جهاز العاشر من رمضان برضو نفذنا معاه مدارس. نفذنا دار مسنين مع جهاز التعمير، ومجمع مراكز خدمات اجتماعية، دار رعاية الأحداث، مؤسسة الأحداث برضو بالأبعدية دمنهور. تفضل سيادة الرئيس بافتتاح دار المسنين من كام شهر في الأبعدية دمنهور. هنا حاليا احنا شغالين في مشاريع حياة كريمة، بنعمل مركز تأهيل اجتماعي ومراكز شباب زي اللي احنا واقفين فيها ديت، مجمعات خدمات اجتماعية ومجمعات خدمات مواطنين، مجمع خدمي زراعي وبيطري وحاجات زي كده يعني. أعزائي المشاهدين، هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس يوسف غنيمي، رئيس مجلس إدارة شركة غنيمي للمقاولات العامة. وبرحب بحضرتك مرة تانية يا اهلا فندم. بيك يا فندم، اهلا وسهلا. دائما سيادة الرئيس بيدعو بدور الشباب، حدثنا عن دور الشباب داخل شركة يوسف غنيمي. والله احنا معظم الناس اللي شغاله موجوده معانا هنا سواء مهندسين او صناعيه، معظمهم في عمر الشباب، يعني الغالبيه العظمى مثلا بنسبه 85% منهم من الشباب. فدي حاجه مهمه جدا ان احنا بنفتح مجال للعمل للناس كلها في المشاريع اللي زي ديت وكده، يعني للشباب الصغير. حتى كمان بعد المشاريع دي ما هتخلص باذن الله تعالى، هيبقى في مجال لتوظيف الايدي العامله فيها من الشباب وكده يعني. لو اتكلمنا عن العوائق اللي بتقابلكم في تنفيذ المشروعات وازاي بتقدروا انكم تتغلبوا عليها. والله الحمد لله احنا اي عوائق كانت بتقابلنا سياده المحافظ كان بيمر علينا هنا اسبوعيا. برضو سياده اللي هو مختار رئيس جهاز تعمير وتنميه الساحل الشمالي الاوسط كان بيتابعنا على طول بنفسه، ونائب رئيس الجهاز اللي هو مختار اللي هو طارق، ومديره المنطقه المهندسه ابتسام، والناس دي كلها كانت موجوده معانا على طول في اي حاجه على طول. حتى لو بنتصل بالتليفون في اي وقت بيردوا علينا، واي مشكله بتقابلنا بتحل على طول يعني. لو اتكلمنا عن الفلسفة والاستراتيجية اللي وضعها المهندس يوسف غنيمي لتنفيذ المشروعات في الوقت المحدد ليها. والله تنفيذ المشروعات دي كان محتاج كذا عامل. اولا يبقى في خطه محكمه، برنامج زمني محدود ومحدد فيه الوقت الزمني وتوفير التمويل والطاقات والخامات والكلام ده. والحمد لله ربنا وفقنا ونجحنا ان احنا نقدر ان ايه ننجز الاعمال ديت كلها في ميعادها باذن الله، وفي حاجات تمت تنفيذها واتشطبت قبل الميعاد بفضل الله يعني. في ظل المشروعات اللي بيتم تنفيذها والجاري تنفيذها على ارض الواقع، شايف الطفرة اللي حدثت في قطاع المقاولات فادته ازاي؟ والله انا شايف ان في حاجات كتير اتعملت على ارض الواقع، في مشاريع كتيرة جدا. اتفتح مجال عمل لشركات المقاولات اللي هي القطاع الخاص اللي زي حالتنا، ان احنا دخلنا في المشاريع اللي زي ديت، مشاريع تنموية وكده يعني. أعزائي المشاهدين، تعالوا معانا بتقرير من داخل أرض الواقع ومشروعات أخرى يتم تنفيذها بجنود وأبناء شركة يوسف غنيمي، فابقوا معنا.
مشاهدينا الاعزاء، واحنا معاكم دلوقتي من داخل احدى المشاريع القوميه اللي بتنفذها الدوله، ومشروع حياه كريمه، وبالتحديد من مركز صندباست. واحنا معانا في هذا اللقاء المهندس احمد هشام، المهندس تنفيذي بجهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط، وبالتحديد من امام مركز طب اسره صندباست. هيكلمنا عن المشاريع اللي بيتم تنفيذها تحت مظله وقياده جهاز تعمير الساحل الشمالي. وفي البدايه برحب بحضرتك معايا. اهلا وسهلا يا فندم. برحب بحضرتك وبرحب بكل الساده المشاهدين. قول يا باشمهندس، في البداية لو عرفنا المشاهد بجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط. طيب، هو احنا حاليا في مدينه او قريه صندباست، تابعه لوحده محليه صندباست، مركز زفته. مركز زفته بيضم 9 وحدات محليه، 54 قريه. جهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسط هو اللي ماسك تنفيذ المرحله الاولى بالنسبه لحياه كريمه. المرحلة الأولى اللي هي بتضم مباني متعددة زي الوحدة الصحية أو مركز طب الأسرة زي اللي احنا فيه دلوقتي، زي مراكز الشباب، زي المجمع الخدمي، المجمع الزراعي، الإسعاف، كل المنشآت اللي هي الخدمية اللي بتقدم للبلد أو بتقدم للمواطن خدمات ما كانتش متاحة عنده في القرية. منتظر إمتى يتم الانتهاء من هذه المشاريع؟ احنا بالفعل تقريبا منفذين حوالي 97% من يمكن نسبة التنفيذ تقرب 99 كمان في المية من كامل المشاريع او المنشآت اللي هي المدنية. مش متبقي حاليا دلوقتي غير الطرق اللي احنا بدأنا نتجه ليها دلوقتي. وبالفعل يمكن نهطاي، قرية نهطاي احنا خلصناها بالكامل. بدأنا تباعا كده في باقي القرى تقريبا. شغالين في تقريبا 20 قرية حاليا دلوقتي، شغالين أعمال تربة و اف دي ار. باقي القرى شغالين في رفع المساحي عشان نستكمل يعني القرى. العوائق اللي بتقابلكم أثناء تنفيذ المشروعات القومية، وإزاي بتقدروا إنكم تتغلبوا عليها؟ والله هو في عوائق طبعا موجودة، بس يعني بمساعدة الوحدات المحلية، المحافظة بدورها، مؤسسة حياة كريمة ليها دور. كل ده بيحاول يسهل لنا كل العوائق. يمكن من أكبر العوائق اللي بتواجهنا هنا في محافظة الغربية إن إحنا ملناش ظهير صحراوي. فكل الاراضي، ما فيش اراضي، الاراضي اللي جابت كلها اراضي تقريبا يعني كانت زراعيه، كانت مش زراعيه، كانت اوقاف، كانت ايا كان نوع الارض. بس احنا ما عندناش ظهير صحراوي ان احنا نقدر نستغله في مشاريع كبيره. لو في رسالة حضرتك بتوجهها للمنفذين لهذه المشاريع على الدور اللي بيقوموا فيه، تقول لهم فيها؟ والله احنا بنحيي كل القائمين على هذه المشاريع. طبعا انا عايز اقول لحضرتك ان احنا هنا مثلا في المجمع اللي احنا واقفين ده. المجمع ده بيضم وحدة طب أسرة، بيضم تباعا كده مجمع خدمي، في الآخر خالص مجمع زراعي، مركز تأهيل اجتماعي. كل المشاريع دي بتوفر فرص عمل للشباب، وبتوفر فرص عمل ثابته ومتغيره ثابته زي المهندسين والمشرفين واللي هم تبع الشركه المنفذه. ما لا يقل عن 10 فرص عمل لكل مشروع، فرص متغيره يمكن تكاد تقوم 30 او 40 صنايعي الى عامل يوميا. كل ده طبعا لاهالينا. المشاريع او مؤسسه او يمكن يعني حياة كريمة بتهتم بكل الفئات المجتمع. يمكن بتهتم بفئة المواطن العادي زي المجمع الخدمي اللي هو فيه 7 خدمات حكومية. مجمع زراعي لإخواتنا أو لأهالينا الفلاحين أو المزارعين. وحدة طب الأسرة طبعا للمرضى. المركز تأهيل للأمومة والطفولة. المراكز الشباب والرياضة بتهتم بالشباب. فالمبادرة مبادرة حياة كريمة بتهتم بكل فئات المجتمع. مهندس أحمد هشام، مهندس تعمير جهاز الساحل الشمالي، أنا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع. شاكر جدا لذوقك يا فندم، اتشرفت بحضرتك. مشاهدينا لسه مكملين معاكم جولتنا من داخل مركز صندباست، ومعايا في هذا اللقاء إحدى الشركات المنفذة للمشروعات اللي بيتم تنفيذها داخل هذه القرية، وهو المهندس محمد يوسف، مدير مشروعات شركة يوسف الغنيمي المقاولات العامة. برحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا بيك يا استاذ محمد. في البداية لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بالمشروع اللي احنا واقفين فيه دلوقتي.
احنا هنا معانا 3 مشاريع: مجمع خدمات مواطنين، ومركز وجمعية زراعية، ومركز تأهيل اجتماعي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة. المجمع خدمات المواطنين بيتكون من 3 أدوار: دور أرض استقبال ومركز تكنولوجي، والدور الأول والدور الثاني فيهم كذا خدمة زي الوحدة المحلية والتضامن الاجتماعي والمجلس المحلي. والجمعية الزراعية بتتكون من دورين، مساحة المبنى حوالي 180 متر مسطح. بيتكون من الجزء الأمامي من مخازن وإرشاد زراعي ومكاتب وغرف مدير، والجزء الخلفي وحدة بيطرية ومبنى تأهيل اجتماعي حوالي 900 متر مسطح. جزء دور الأرض فيه جزء خاص بالحضانة بالأطفال، والدور الأول فيه ورش تدريب وغرف خاصة بالسمعيات والتأهيل البصري والتكامل الحسي. نقدر نقول ان هو مشروع خدمي متكامل. تمام كده. العوائق اللي قابلتكم اثناء تنفيذ هذه المشروعات، وازاي بتقدروا انكم تتغلبوا عليها؟ احنا هنا في الصندبص ما بيناش مشاكل، لأن سهولة نقل وسهولة حركة وتقدر نخزن براحتنا وأماكن تشوين، فقابلناش المشاكل اللي بتقابلنا ممكن في مواقع تانية يعني. لو في رسالة بتوجهها للشباب اللي بيقولوا ان في بطالة في البلد ومفيش شغل، تقول لهم فيها ايه؟ والله في مشاريع كتير زي مشاريع حياة كريمة موفرة فرص عمل كتير كتير من الشباب يعني. المهندس محمد يوسف، لو في كلمة بتوجهها للحاج يوسف الغنيمي رئيس مجلس إدارة الشركة على الدور اللي بيقوم بيه في دفع عجلة التنمية وتذليل العوائق في المشروعات اللي بيتم تنفيذها. المهندس يوسف ورانا في كل خطوة بخطوة، متابعنا أول بأول يوم بيوم، وبيجي الموقع أكتر من مرة، فهو اللي بيدفعنا لقدام كل على طول يعني. مهندس محمد يوسف مدير مشروعات شركة يوسف غنيمي للمقاولات العامة، أنا بشكر حضرتك على الحديث الشيق ده. العفو، شكرا. مشاهدينا، معايا في هذا اللقاء المهندس ابراهيم فايد رئيس مجلس ومدينه زفته. في البدايه برحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك وباسره البرنامج وبالقناه الفضائيه المصريه على ارض مركز ومدينه زفته. اهلا بكم. قول يا باشمهندس، لو اتكلمنا وشرحنا للمشاهد اهم المشاريع اللي جاري تنفيذها في الوقت الحالي. والله احنا بنقول لحضرتك ان المشاريع مبادره سياده الرئيس حياه كريمه شملت كل شيء في القطاعات اللي موجوده على ارض مركز ومدينه زفته. حضرتك احنا بنتكلم على بنيه تحتيه في ارض مركز ومدينه زفته كامله. عندنا مشاريع الصرف الصحي كامله، عندنا حوالي 140 مشروع، وده تم الانتهاء بنسبه 100% فيهم. عندنا 129 مشروع ده بتنفذها شركه مياه الشرب والصرف الصحي بالمد وتدعيم، ده فعلا تم الانتهاء منها بنسبه 100%. عندنا الاتصالات برضو كان لها نصيب معانا في 54 مشروع. الكهرباء اللي هو الجهد المتوسط اللي هو فوق الكتل السكنيه اللي احنا عملناه بكابلات في باطن الارض، ده حوالي 100 مشروع. عندنا طبعا شبكه فايبر كامله على مستوى 54 قريه، ودي طبعا تم الانتهاء منها بنسبه 100%. طبعا عندنا لنا نصيب برضو بمراكز الشباب في 30 مشروع مراكز شباب، زي ما حضرتك شايف في الخلفيه كده. عندنا مبنى اداري وغرفه خلع ملابس، وعندنا ملعب زي ما حضرتك شايف. عندنا 30 مشروع للشباب والرياضه. تضامن كان لها نصيب برضو كبير معانا، لها حوالي 11 مشروع. الصحه، قطاع الصحه برضو كان ليه حوالي 25 مشروع، ودي بنسبه التنفيذ عندنا وصلت لحوالي 87 او حوالي 90% دلوقتي. عندنا طبعا حضرتك وزاره التنميه المحليه عندنا مشاريع اللي هي الاسواق والمواقف والحمايه المدنيه، عندنا 21 مشروع، ودي تم التنفيذ فيها بنسبه 80%. التربيه والتعليم برضو كان لها نصيب معانا 84 مشروع، ودي تم التنفيذ 100% ودخلت الخدمه بالفعل والطلبه حضرهم فيها. عندنا طبعا تبطين الترع زي ما حضرتك شايف، واحنا جايين بجميع الطرق على جميع الترع اللي موجوده كلها تم تبطينها، حوالي 80 مشروع. الكباري اللي موجوده على الترع والمصارف كل دي تم اعاده تاهيلها، حوالي 19 مشروع وده تم الانتهاء منه. عندنا النقاط الشرطيه عندنا 9. عندنا المجمعات الخدميه الحكوميه عدد 9 مجمعات خدميه حكوميه، وده بيبقى معانا فيهم السجل المدني والشهر العقاري والتموين والتضامن والبريد. كل ده هيبقى في مبنى واحد في المركز التكنولوجي، ولهم مباني اداريه فوق في الادوار.
مهندس ابراهيم، لو في كلمه حضرتك بتوجهها للمنفذين هذه المشروعات القوميه تقول لهم فيها ايه؟ اقول لهم شكرا، شكرا لسياده الرئيس، وشكرا لمبادره حياه كريمه. اللي انا بقول يعني من على المستوى الشخصي، انا اقل واحد في المنظومه في محافظه الغربيه. طبعا معانا الدكتور طارق، مع الوزير المحافظ. مش عايز اقول لحضرتك والباشمهندس معانا ويأيد كلامي، يعني بصفه مستديمه مش عايز اقول لك ليل نهار خليه نحل في المحافظه شغاله على مبادره سياده الرئيس. والحمد لله احنا يعني شوطنا فيها شوط كبير قوي وتميزنا فيها على مستوى المحافظات، ولينا ترتيب من الاوائل على مستوى المحافظه. وده بفضل يرجع طبعا للسيد المحافظ، ويرجع للسكرتير العام والسيد نائب المحافظ والمكتب الفني ومجلس مدينه زفته والقائمين على العمل من المهندسين المحترمين اللي معانا. طبعا الباشمهندس غنيمي يوسف من الناس المحترمه جدا من جهاز التعمير الساحل الشمالي. كلها منظومه واحده في الاخر ادت شكل الجمالي اللي حضرتك شفته. مش هنلاقي بلد في الدنيا ولا بلد في العالم بتعمل للمواطن البسيط زي ما بتعمل دلوقتي في حياة كريمة. حضرتك بتتكلم في حوالي 630 ألف نسمة على أرض مركز ومدينة زفتة هيعيشوا حياة كريمة بالفعل. واللي عايز يشوف يجي يتفرج ويشوف ويصور ويشوف على أرض الطبيعة. احنا النهاردة ما عندناش، يمكن كل مشاريع حياة كريمة اتنفذت على أرض مركز ومدينة زفتة. يمكن المركز الوحيد اللي ما فيش مشروع تم وضعه إلا احنا اشتغلنا فيه. زي ما حضرتك شفت في قرية صندبست دي كانت مشاريع نازع ملكية، وقرية دهطورة حوالي 4-5 مشاريع في صندبست و3 في قرية دهطورة. وحضرتك شفت نسبة التنفيذ وصلت فيهم ل 85، ويمكن فيهم مشاريع انتهت بنسبة 95% وهيتم استلامها. فاحنا ما عندناش حاجة خالص اللي هي حوالي اللي هي رصف الطرق اللي هي الداخلية وربط القرى بعضها ببعض بعد البنية التحتية ما خلصت. فأصبحت حياة كريمة فعلا كريمة لكل مواطن على أرض مركز ومدينة زفت. جهود طبعا وابناء مصر الاوفياء، سواء اذا كان من الجهات المسنده او سواء من الشركات المنفذه. طبعا انا بشكركم على هذا اللقاء الشيق والممتع. شكرا ليك يا باشمهندس. لا أوامر يا فندم، ونورت الدنيا كلها. وسلام لكل الفريق العمل والقناة الفضائية المصرية، وشكرا لكم وشكرا لسيادة الرئيس على المبادرة الكريمة لكل مواطن فقير بسيط. وان شاء الله مكملين للمراكز الثانيه، المرحله الثانيه في حياه كريمه. مش عايز اقول لحضرتك يعني احنا بنعمل قوافل طبيه دلوقتي في المراكز الاخرى في محافظه الغربيه بقياده مع الوزير المحافظ، وقوافل بيطريه وقوافل توعويه للمواطن وتمكين اقتصادي وتنميه بشريه والمجلس القومي للمراه. مش عايز اقول لحضرتك مدى الفعاليات اللي اتعملت في مركز ومدينه زفته وبتنعمل دلوقتي في المراكز الاخرى اللي هتبقى بمرحله ثانيه ان شاء الله. وتحيا مصر بيكم وباهلها وبالناس الطيبين ان شاء الله. مهندس يوسف، لو في كلمه حضرتك بتوجهها لمحافظ الغربيه للدور اللي بيقوم بيه في تذليل العوائق ودفع عجله التنميه داخل المحافظه وتنفيذ المشروعات، تقول له فيها ايه؟ والله محافظ الغربية الدكتور طارق الرحمي من الناس القامات المحترمة جدا. هو أصلا أستاذ جامعة ومتفاهم للمشاكل، وكان بيجي لنا هنا أحيانا نيجي احنا الموقع نلاقيه داخل الموقع قبل مننا الساعة 7 الصبح. هو من الناس النشيطة، ولو كل المحافظين بهذه الطريقة أكيد يعني الأمور هتتغير جدا جدا في كل المحافظات يعني. كلمه ايضا توجهها الى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الاوسطي، تقول له فيها ايه؟ اللي هو مختار من الناس النشيطة جدا، كان بيلبس السيفتي ويجي هنا في الموقع من بدري ويقعد يلف على المواقع كلها بلا استثناء. مكتبه مفتوح لكل المقاولين ولكل الشركات في أي وقت حضرتك بتحتاج أي حاجة. المكتب مفتوح وبيجي لنا هنا الموقع وبيحط إيده على كل الصغيرة وكل كبيرة. أي مشكلة في قناة مفتوحة بيننا وبينه يعني. كلمه اخيره توجهها لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقول له فيها ايه؟ أقول له والله ربنا يوفقك وربنا يعينك على الدولة اللي عدد سكانها مش قليل ومشاكلها كتير، وربنا يعينه على حل مشاكلها وعلى وإن هو يذلل كل الصعاب للشعب وللناس كلها يعني. كلمة أخيرة توجهها للعاملين بالشركة على الدور اللي بيقوموا بيه في تنفيذ المشروعات في الوقت وبالسرعة المطلوبة. والله الناس اللي موجودة معايا كلهم سواء المهندسين، المهندس إبراهيم يوسف أو المهندس محمد يوسف والأستاذ عبد الباسط وبقية المهندسين، يعني لولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا أولا، ثم مجهود المهندسين دول والناس اللي الصناعية كمان اللي شغالة معانا، حتى العمال العادية
ما كانش الشغل ده هيخلص يعني. فهو الشكر اولا لله سبحانه وتعالى ثم ليهم يعني. مهندس يوسف غنيمي رئيس مجلس إدارة شركة يوسف غنيمي للمقاولات العامة، أنا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع. ربنا يخليك، متشكرين جدا، نورتونا وشرفتونا. مشاهدينا الأعزاء، وفي نهاية حديثنا بنشكر ضيفنا وضيفكم الذي أمتعنا بحديثه الشيق، وانتظرونا في الحلقة القادمة من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. شكرا لكم وإلى اللقاء.